بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. من إنجيل نحمية بركاته علينا آمين. الأصحاح الأولاني. كلام نحمية ابن حكلية حدث في شهر كسلو في السنة 20 بينما كنت في شوشن القصر أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء، وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك. فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. اذكر الكلام الذي أمرت به موسى عبدك قائلا إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه، فهم عبيدك وشعبك الذي افتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة يا سيد. لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، واعط النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل، لأني كنت ساقيا للملك. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. طلب مني أن أنا أتكلم عن عدم الاعتماد على المال أو على الرصيد بتاعي. يعني النهاردة لغة العصر في كل بلد أو في كل مكان يقول لك الضمان لمستقبل ولادي، سواء هنا أو في أمريكا أو في مصر أو في أي مكان. إيه هو الضمان وإيه هو الرصيد بتاع كل واحد فينا؟ الحقيقة لما طلب مني هذا الطلب فكرت في حاجة، بالأخص الناس اللي برا مصر. إيه رصيدي؟ أنا مش عايز أتكلم عن المال ونهايته، لكن عايز أتكلم عن الرصيد الحقيقي اللي يفرح القلب ويسند الإنسان كل أيام غربته، ويبقى رصيد يسنده أيضا حتى بعد خروجه من هذا العالم. عايز أحط نفسي في مكان نحمية، إنسان لم يكن كاهنا زي عزرا، ولم يكن من السبط الملكي ابن داود زي زروبابل، ولكن إنسان من الشعب. ممكن يكون من الأشراف من العظماء أهاليه، لكن يعني لا ليه دور سياسي ولا أهله كان لهم دور سياسي ولا ليه دور كهنوتي، ولا أهله أيضا لا من سبط لاوي ولا أيضا من سبط يهوذا. ربنا ادى نعمة لنحمية ويقول لأني كنت ساقيا للملك. كلمة ساقي للملك كان عشان نفهم وضعه، كان الملك يختار كام واحد من اللي يثق فيهم ثقة كبيرة، وكل واحد ياخد فترة يعني شهر 2 3 بالتناوب يبقوا جنب الملك. كل ما يجي أكل أو شرب
قبل ما هو ياكل، قبل ما هو يشرب، هم ياكلوا منه. فكرتها ايه؟ فكرتها ان زمان كان بسهولة جدا، او كانت اغلب المؤامرات تتم عن طريق الاغتيال بالسم. يعني يجي مثلا قائد كبير في الجيش عايز يستلم البلد بدل الملك، فيحط شوية سم في الخمر أو في الأكل، وأول ما الملك يتسمم يروح هو عامل تمرد على الملك ويستلم المملكة. على ما يفكروا يكون مات الملك، على ما يفكروا في علاجه، إذا كان حتى ما ماتش في الحال يكون هو استولى على البلد. فكان ساقي الملك مش أي إنسان، لازم يكون الملك يثق ثقة كاملة فيه إن محدش يرشيه، وفي نفس الوقت يكون أمين لأنه مستعد إنه يشرب يعرض نفسه للموت من أجل الملك. نحميا إنسان كان ليه دالة كبيرة على الملك، ولكن في حدود، لأنه إنسان مش من العيلة ولا من البلد، ده إنسان مسبي. لو أنا في مكان هذا الرجل، إنسان اتولدت جوه بلد مش بلدي، ومش من حقي إن أنا أدخل أورشليم، وما شفتش الهيكل، ومش واخد حريتي في العبادة الطقسية، ولا شفتها قبل كده، لا ذبائح ولا تقديمات ولا أعياد، لا عيد فصح ولا عيد المظال أو غيره من الأعياد. متهيألي أي واحد عادي لو مكانه يقول لك وأنا إنسان غريب، يكفيني إن إنسان تقي وبحب ربنا وأمين، ويكفي إن شرفت شعبي بإن بقيت ساقي للملك، فأقل شيء أوضب أموري المادية، أو يحوش لي قرشين لما أتجوز أو لأولادي أو لعيلتي إلى آخره. رصيد نحميا إيه؟ الرصيد اللي كان في قلب نحميا هو رصيد الحب، حبه لله وحبه لشعبه. حبه لله شفناه في الأصحاح الأولاني في التوبة اللي قدمها باسم الشعب كله، وأيضا التصاقه بربنا لدرجة في الأصحاح الثاني لما الملك بيقول له مالك مكمد الوجه. مكمد الوجه دي فيها إيه؟ فيها قطع رقبة، يعني واحد يقابل الإمبراطور ووشه مكشر، كان زمان ثمنها كده رقبته تتشال. فكون الملك يقول له مالك مكمد الوجه وانت مش عيان، دي معناها فيها ايه؟ فيها اعدام. فيقول ايه قبل ما يرد عليه؟ وصليت الى اله السماء وقلت ايها الملك كيف لا يكمد وجهي، والمدينة بيت ابائي اسوارها مهدومة وابوابها محروقة بالنار. اذا رصيد نحميا هو رصيد الحب لله، قلب ملتهب بالحب لربنا، وأيضا ملتهب بالحب للبشرية أو لشعب ربنا. نحميا زي ما بيقول التاريخ اليهودي وبالأخص يوسيفوس، يقول كان بيتمشى حوالين القصر فسمع ناس بيتكلموا باللغة بتاعته، فقال مين دول؟ برا أسوار القصر. فنده لهم قال لهم انتوا جايين من فين؟ قالوا له احنا جايين من أورشليم. ويقول على الشخص اللي حاوره قال انه ايه؟ قال انه جاء حناني واحد من اخوتي. يعتبر كل الناس ايه؟ اخواته، ضروري اخواته حسب الجسد، لكن كان بيعتبر نحميا ان كل المؤمنين اخواته. فاول حاجه سالوا ايه اخبار اورشليم؟ ايه اخبار شعبي؟ قال له بصراحه اورشليم حالها ما يسرش، السور اورشليم منهدم وابوابها محروقه بالنار، يعني سايبه اي عدو ممكن يدخل
ونحن في عار وفي خزي. عايز أقول أحبائي، ليس من رصيد يسندني إلا رصيد الحب. مفيش حاجة تسندني كل أيام حياتي إلا حبي لله وحبي لإخوتي، أو زي ما بيقول السيد المسيح: والثانية مثلها حب قريبك كإيه؟ كنفسك. الإنسان الملتهب حبا لله وللناس أو للقريب، رد الفعل أنه يختبر أيضا باستمرار حب الله الفائق. يقول داود النبي العبارة الجميلة اللي الحقيقة بعتبرها سند لكل إنسان أينما وجد: كنت فتى وشخت، أو كنت فتى والآن شخت. أنا عايز أقول لكم كل خبرة حياتي من أنا وفتى أو صبي لغاية شيخوختي. إيه الخبرة بتاعتك يا داود؟ قال: الخبرة بتاعتي إن إيه؟ لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. كل إنسان يحمل روح التقوى، بس التقوى اللي فيها حب، مش أنا جاي الكنيسة وطالع من الكنيسة وبعمل كذا، لا، قلب ناري ملتهب بحب الله، واحد أعماقه في الداخل ملتهبة بحب ربنا وملتهبة بحب الآخرين. لا هو يضيع ولا أيضا ذريته تضيع. يعني بيني وبينكم الخير اللي أخده سليمان صحيح إنه كان بيحب الحكمة وأحبها أكثر من كل شيء، لدرجة يقول إن حبها أكثر من العرش والصولجان في سفر الحكمة، ويقول إنها قرينة حياتي، يعني العروس بتاعتي، ويتكلم عنها إنها أغلى من كل اللآلئ في عينيه، وإنها أكثر بهاء من الشمس والكواكب. لكن ما نقدرش ننكر عبارة ربنا لسليمان، يقول له: من أجل إيه؟ داود أبيك، من أجل داود أبيك. داود اللي أحب ربنا وأحب إخواته، هذا الحب انعكس على ابنه سليمان، وشفنا الخير والمجد والحكمة وقدرته على بناء الهيكل. كل ده نقدر نقول هي من عطايا الله لسليمان من أجل داود أبيه، ومن أجل أيضا نقاوة قلب سليمان لما طلب الحكمة أكثر من كل شيء. رصيدنا واحنا في العالم محدش يعرفه غير أعماقك اللي في الداخل. رصيدنا العالم بيضيع، وكل شيء في العالم مفهوش أمان، لكن الحاجة الوحيدة اللي فيها أمان محدش يقدر يقرب منها هو حبي لله وحبي للناس. نحمية إنسان حب ربنا وحب إخواته. لما سمع إن إخواته في عار وفي خزي والمدينة مهدمة وأبوابها محروقة بالنار والناس ضيعة، ما قالش أنا مالي، لا أنا ابن من أولاد داود، ولا من سبط يهوذا، ولا أنا من سبط لاوي، ولا أنا منتسب لهارون، لا أنا لاوي من اللاويين، ولا كاهن من الكهنة، ولا أنا قائد من قوات القادة الروحيين أو حتى المدنيين عند اليهود، ولا أنا والي،
لكن قلب نحميا قلب متسع يحمل الله فيه ويحمل البشرية أو إخواته. لما سمع عن إخواته قال دول رصيدي، كل واحد بيئن في أورشليم أنا بئن معاه، كل واحد بيبص على الأسوار المهدمة بحس إن أسوار قلبي مهدومة، كل واحد يشوف الأبواب المحروقة بالنار كأن أبوابي الداخلية محروقة بالنار. رصيدكم يا أحبائي الله الساكن في قلبك وإخواتك اللي حواليك. أنا أذكر سيدة من كام سنة يعني أخذت عيلة من العائلات عشان ليهم ظروف صعبة، وبعدين جت هي بتعترف عندي فقالت لي يا ابونا العيلة دي بنتها هتتجوز خريجة جامعة، كل ما صنعته مع بنتها عملته مع البنت دي، اشترت لها شقة وفي أحسن مكان، أوضة النوم اللي جابتها لبنتها بنفس الثمن جابت لهذه الفتاة، اللبس اللي جابته لبنتها جابته لهذه الفتاة. مش ممكن تتخيلوا الأرقام اللي دفعتها. أنا كنت ببقى مدهوش، تقول لي دي بنتي. لما أقف قدام ربنا أقول له إيه؟ أقول له بميز بين بنتي دي وبنتي دي؟ إيه رأيكم؟ ولذلك ربنا بيديها، بحس كده يمكن بترمي الفلوس بجزمتها ربنا بيبعتها لها أضعاف وأضعاف. كل ما الإنسان بيدي بحب لله وللناس، مش بتكلم عن فلوس، بتكلم عن الحب الداخلي، كل ما رد الفعل أيضا أن الله يعطينا بفيض. لدرجة أن أحد الآباء قال عبارة خطيرة، قال السماء هي الحب وجهنم هي الكراهية. السماء هي الحب وجهنم هي الكراهية. لما واحد بيكره واحد ما يعرفش ينام. زي مين؟ زي قايين. قايين حسد هابيل ووصل بيه الحسد إلى الكراهية، والكراهية وصلت بيه إلى القتل، وما فيش حد، لا في بوليس ولا في قضاء ولا في حد هيحكمه، ده هو كل العيلة، مامته وباباه واخواته البنات، ما فيش حد تاني. مين هيحكم؟ باباه هيحكم عليه ولا مامته ولا اخواته البنات؟ لكن لما قايين قتل وربنا اتكلم معاه قال له انا تعبان. تعبان من ايه يا حبيبي؟ خايف من مين؟ قال كل من يجدني يقتلني. مين اللي هيقتلك؟ باباك ولا مامتك ولا اخواتك؟ قال ممكن اي حد، ممكن اسد، ممكن ديب، ممكن ولا حاجة. اللي يقتله فكره، واللي يقتله قلبه الضيق، واللي تقتله خيالاته الداخلية. الحب بيرفع الإنسان إلى السماء، والكراهية تنحدر بالإنسان لغاية الجحيم. مش عارف حكيت لكم القصة دي ولا لا. في يوم كنت راكب القطر ديزل نازل من اسكندرية للقاهرة، فجي جنبي شخص قال لي يا ابونا أنا من القاهرة. أهلا وسهلا. قال لي أنا مركزي مدير في حاجة معينة. أهلا وسهلا. قال لي أحب أحكي لك حكاية ليه أنا باجي اسكندرية. قلت له اتفضل. قال لي أنا عندي شقة في أبو قير بنيجي فيها زمان، الكلام ده كنا بنيجي فيها في الصيف أنا ومراتي وعيالي. المدير العام بتاعنا
اتغير. فجه واحد رهيب، صعب مع المسيحيين وصعب مع المسلمين، مع الكل، وبالأخص مع هذا المدير. حط في ذهنه لازم يخليه يستقيم. قال لي حاولت اديله حب، حاولت اديله اهتمام، حاولت بشوش معاه، مفيش فايدة. لدرجة الموظفين كانوا يحبوني، ولما يتعبوا من المدير حتى غير المسيحيين المسلمين يجوا يلاقوا في هذا المدير ملجأ يحكوا معاه عشان ينفسوا عن اللي بيعملوا فيهم المدير العام. قال لي أخيرا لما ضيق عليا قلت أحسن حاجة أخد قراري أستقيل بدل حرقة الدم، بس قبل ما أستقيل أسأل ربنا. فاستأذن من مراته وعياله وجه 15 يوم في شقة أبو قير، وقال لي مسكت إجبيتي وإنجيلي ومرضتش أعمل أي حاجة، مزامير باكر والتالتة والسادسة والغروب والنوم وقعدة حلوة مع ربنا والإنجيل أقرأ فيه، وقلت هنسى كل الدنيا دي. قال لي 15 يوم دول كنت في السماء، وانتهت 15 يوم بهذا القرار ان انا لو قتلني هحبه، لو قتلني هحبه، انا هحبه، مسيحي بيحبني وهحبه مهما ضايقني. واخدت هذا القرار ورجعت القاهرة وانا واخد هذا القرار وانا فرحان. واول ما دخل الشغل استقبلوه وخدوه بالحضن الموظفين كلهم، قالوا له قول لنا عملت ايه في الراجل؟ قال لهم في ايه؟ انا كنت في ابو قير ليا 15 يوم ما اعرفش اي حاجه. قالوا له النهارده الجنازه بتاعته. شوف احنا ضحكنا، هو بكى فوجئوا وهو بيبكي. قالوا له بتبكي؟ ده مقريفنا كلنا. قال لهم بحبه. قالوا له انت نسيت اللي عمله فيك؟ قال انا بحبه حتى ولو عمل اكتر من كده. وقال لي يا ابونا مش كنتش ببكي ظاهريا، لكن من اعماق قلبي كنت بحبه، وحضرت الجنازة وانا بدموعي على خدي لاني كنت بحبه. ايه رأيكم في الرصيد ده؟ لما يجي داخل السماء ده ياخد ايه؟ كمل ايامه ربنا عوضه عن هذا الحب بامور كثيرة. احبائي ان كنتوا تحبوا تجمعوا رصيد ليكم، الرصيد بتاعكم هو رصيد الحب. لما نحميا احب الله واحب الناس كانت النتيجة ايه؟ ان لما الملك قال له ما هذا الا كآبة قلب، لماذا وجهك مكمد وانت غير مريض؟ ما هذا الا كآبة قلب، انت المفروض يتحكم عليك بالاعدام. ده في الاصحاح الثاني الايه 2. فخفت كثيرا جدا وقلت للملك ليحيا الملك الى الابد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار. أنا بحبهم. الحب اللي جواه حب لله، حب للناس، أمانة للملك. كان رد الفعل إيه؟ فقال للملك ماذا طالب أنت؟ إيه يعني عايز إيه؟ فصليت إلى إله السماء وقلت للملك. صلى قد إيه؟ قد إيه الصلوة؟ ده بيكلمه بيرد عليه 2 3 4 10 ثواني، ما ظنش وصل الدقيقة، لكن صرخ لربنا قال له يا رب ارشدني. وقلت للملك وبدأ يطلب الطلبات. قال له كارت بلانش، أمر جاي مش مني، من إلهك اللي انت صرخت بقلبك وانا ما سمعتش الصوت، لكن إلهك سمع الصوت بتاعك. صدقوني يا أحبائي،
احنا ان كنا في ضيقة ربنا عايز يعلمنا حاجة، ان امورنا في ايديه وسهلة وبسيطة، والصلوة تحل كل حاجة. بس مش صلوة جاية كده مفاجأة، قلب نقي طاهر محب لله والناس. مرات كده كنت اسأل نفسي، اقول يا ترى اشمعنى في ايام انبا ابراهام اسقف الفيوم لم يغير ولا واحد من الكنيسة المذهب بتاعه في الفيوم والجيزة، ولا انكر واحد الايمان؟ لان كان ايه؟ كان في قلب بيحب. يقول له قلبا نقيا اخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدده في احشائي. لما طلب او جاله اشعار في المطرانية ان في واحدة هتغير ديانتها، صمم يروح بنفسه، يحبها بنته. حاول وكيل المطرانية قال له ده وسط العساكر والضباط، مش انت اللي تروح، احنا اللي نروح. قال لهم لا، دي بنتي. وراح بنفسه. ولا بنتي المسيح بتاعك هتنسيه؟ فشتمت في المسيح وشتمت فيه. قال لها خلاص المسيح يعرف شغله. وجاء آية فوقعت ميتة. تلموا العساكر الضباط وقالوا الاسقف قتل البنت. فطلب كوبايه ميه، جابوا له كوبايه ميه رشم عليها الصليب، راح ضارب وشها بشويه الميه، قامت مسكت في رجليه. قالت له مش هسيبك، انا شفت المسيح بعينيا، مقدرش استغنى عنه. انا شفت مسيحي قدامي، مش ما تطلعش من هنا الا وانا معاك، وديني في اي حته، عايز اعيش مع المسيح بتاعي. ايه ده؟ القلب النقي المملوء حبا لله والناس. فربنا سمع الكلمة مش اللي طلع من بقه، اللي طلع من قلبه. احنا احيانا نقول ياما عملنا قداسات، وياما صمنا، وياما صلينا، وياما عملنا مطنيات، وياما طلبنا من الناس يصلوا لنا، وربنا ما بيسمعش. السؤال الاول، هل انت في اعماقك نقي وحبك طاهر لله والناس؟ هل رصيدك حي بالحب؟ ان وجد الرصيد الحي في امان لحياتك وحياة ولادك وحياة احفادك والى اجيال كثيرة. في قصة ما بنساهاش، كان ليا زميل في كلية تجارة، وإنسان كان يعني مترف قوي، والده توفى وهو بتاع 5-6 سنين، ومن أغنياء الصعيد، كان بتجيله الفلوس بلا حساب. ولما اتخرجت بعد كام سنة كده وأنا كاهن تذكرته، فقلت أروح أزوره، زميلي في الكلية، أروح له. فخبطت على الباب، فتح الباب ولقيته بدموعه بيبكي بمرارة. ايه يا فلان مالك حبيبي؟ قال لي ربنا بعتك. قلت له خير؟ قال لي انت عارف ربنا بعت لي فلوس كتير، وانا كنت بصرفها في اللخبطة كلها، انا واصحابي وغيره. وامبارح الشلة كانت موجودة وقاعدين طبعا بنلخبط في كل حاجة، مشيوا بعد نص الليل ودخلت انام. فدخلت جيت انام على السرير، حطيت راسي وانا صاحي، لقيت المرحوم والدي واقف ماسك البصلمودية بيصلي التسبيحة زي ما كنت بشوفه انا سني 5-6 سنين. فبصيت كده وانا صاحي، اترعبت وخفت، وقلت له ابن هذا الملاك يطلع شيطان زيي. فقمت من على السرير وانا مرعوب، طلعت بره اوضه النوم، قعدت على الكنبه ودموعي نازله، لقيته قدامي.
وماسك أبصلمودية وقاعد يسبح. وديت وشي من الناحية التانية لقيته واقف من الناحية التانية، ولم يفارقني هذا المنظر لفترة طويلة، ومن نصف الليل أو من بعد نصف الليل لغاية ما انت جيتني ما رحتش الشغل ودموعي على خدي عايز أقدم توبة. فربنا بعتك عشان أعترف، ويمكن لأول مرة أتذكر إن أنا هروح أتناول. الحب اللي أحب بيه هذا الأب ربنا اتركن 20 ولا 25 سنة، وفي الوقت المناسب اشتغل في مين؟ في ابنه. رصيد. ادي الرصيد، العطاء اللي ايه؟ اللي بحط رصيدي في مخازن في البنك اللي فوق في السماء، اللي يسند ولادي واحفادي ايضا. صلواتي اللي بقدمها، قلبي المتسع اللي بقدمه، الحب اللي بقدمه لربنا لاخواتي او هم اخوات ربنا، لأنه هو هيحب كل البشرية تبقى اخوة، مش ممكن يتنسى، وهحصد منه انا وولادي واحفادي. كنا النهارده في كام زيارة، فبحكي على نقطة مهمة. قلت لهم انا شايف كده جروبس كل 15-10 عائلات بيتلموا مع بعض، بتتقابلوا كتير. قالوا طب والناس اللي مالهمش جروبس؟ قال لا، دي الكنيسة مليانة، مين عنده وقت مع كل دول؟ قلت لهم تدريب، يا ريت ممنوع حد يسلم على اي صديق ليه جوه الكنيسة، يدور على حد ما يعرفوش يتعرف عليه. ايه رأيكم؟ هذا الحب. مش الحب ان ده من اسكندرية وانا من اسكندرية نتلم على بعض، ولا ده من شبرا وده من شبرا يتلموا بتوع شبرا مع بعض. لا، الحب ان احنا بنتلم كلنا اعضاء في جسد المسيح. ممكن شاب داخل اول مرة يجي الكويت، بعدين يدخل يبص كده يحضر القداس، كل جروب مع بعض، هو لوحده يمشي يقول لك طب هرجع الكنيسة، ماليش حد، ما حدش حتى جه يسلم عليا. ما تتوقعوش كاهن او 2 أو 10 يقدروا يصدوا على كل الشعب الموجود هنا. احنا مسؤولين كشعب، انسان واحد يقدر يشتغل. في انسانة بتحب ربنا، تحب ايضا كل نفس توصل لربنا، موجودة في استراليا، وهي ليها علاقة بيا بتسوني. فالمهم مرة كده بوعظ بالعربي، فسجلت الوعظة، تاني يوم ما جاتش، فبعدها ثالث يوم جات، فبسألها بقول لها ما شفناكيش امبارح. قالت لي يا ابونا انا ما كنتش فاضية، لاني كنت على على الكمبيوتر بعت الوعظة. تفتكروا كم واحد؟ 15,000 واحد، عاملة جروب من 15,000 واحد، وبتجي لها الايميلز وبترد عليهم. الوعظة يا ريت تبعتي لنا عربي تاني، يا ريت مش عارف ايه، طب عندك ايه وعظات، وترد عليهم. قعدت قالت لي الليلة اللي فاتت لغاية الصبح ما نمتش، كلها رسائل من الناس، اللي جاي من اوروبا واللي جاي من استراليا واللي جاي من امريكا، كلهم 15,000. لا هي كاهن ولا هي اسقف ولا هي خادمة مدارس احد، لكن قلبها وكيلها، دول ولاد ربنا. عايز اقول يا احبائي، رصيدنا هو الحب. اوعى تفتكر الحب مجرد واحد مش لاقي، طبعا واحد مش لاقي شغل بساعده في الشغل حلو، واحد محتاج ماديا بديله ماديا، لكن ايضا الحب النفوس توصل لربنا. العالم ينتظر ان يرى فينا القلب المفتوح والوجه المملوء بشاشة. ده ممكن ابتسامة صغيرة تغير حياة انسان، وممكن مكالمة تليفون تنقذ انسان.
أنا أذكر قبل ما أبقى كاهن كان معايا ليا زميل وطالعين نزور شبان، كل ما نروح عند شاب ما نلاقوهوش نسيب له نبذة، كل شاب نسيب له نبذة. وبعدين قلت له بص يا فلان، يظهر يا خطيتي يا خطيتك، نرجع الكنيسة نصلي، ولا واحد لينا. فاحنا راجعين مرينا على ناحية الكورنيش، فلينا واحد من الدور اللي فوق بيبص، يا فلان يا فلان. فبص كده قال تعالوا، فتح الباب وطلعنا. قال أنا ليا 3 ساعات واقف على الشباك بفكر انتحر، ارمي نفسي من الشباك، وبين ولا وربنا بعتكم في الوقت المناسب. وقعدنا معاه لغاية نص الليل، وكانت قاعدة من أروع ما يمكن. حسينا إن إلهنا قفل لأن في واحد محتاج إن احنا نروح نقعد معاه. ما تقولش أبونا ما بعتنيش، ربنا بعتك. ربنا بعتنا كلنا لكي نكون شهود أمناء، سفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا. مش ضروري الوعظ همسك إنجيل وأقول له آية ممكن أعظ بالبشاشة، ممكن أوعظ بمكالمة تليفون أسأله أخبارك إيه، ما شفتكش من مدة، يعني مشغول عليك. أنا أذكر زمان كان في بعض الشبان ييجوا يزورونا، ما كانت بيوت الطلبة كتير، ما كانش في جامعات كتير غير القاهرة واسكندرية. كان بعض الشبان يقول لي يا ابونا أنا جاي أول مرة أعترف. أقول له ليه؟ يقول لي مر علي شيخ عجوز فوق 70 سنة خبط على بابي وقال لي أنا جاي لك من الكنيسة، ممكن أقرأ الإنجيل معاك؟ يقرأ معايا الإنجيل ويسيب لي نبذة صغيرة، وهو طالع يقول لي أدي تليفوني، لو أهلك مبعتولكش فلوس، أو لو أنت احتجت الحاجة، عيان عايز دواء عايز أي حاجة، اعتبرني أنا زي جده أو زي بابا، اضرب لي تليفون وأنا عينيا هجيلك. يقول لي كان بعد ما يمشي أقول راجل عجوز في السن ده بيدور على واحد زي حفيده ويقول لي أنا أخدمك. إيه ده الحب. فده اللي توب كثيرين. لا السن ولا الإمكانيات ولا الظروف تمنعني عن أن أقدم الحب لله والناس. من الناحية الرسمية نحمية مش مسؤول عن أورشليم، ولا مسؤول انه يقف قدام ربنا يقول له ايه، يقول له اخطيت انا وكل بيت ابائي. مش يقول له الكهنة اللي في اورشليم دول وحشين ومحبين للعالم وسابوا الخدمة لا يقول له ايه، يقول له ايها الرب اله السماء الاله العظيم المخوف الى اخره. وبعدين يكلموا عن ايه، أنا وبيت أبي قد أخطأنا، لقد أفسدنا أمامك، ريحة النتانة طلعت مننا، ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. وبدأ يطالب ربنا بالوعود الإلهية اللي قالها لموسى النبي. مين أنت يا نحمية؟ لا أنت رئيس كهنة ولا قائد جيش ولا واحد من القيادات الدينية، ده انت انسان في غربة. ما يمكن ما غالبا او حتما نحمية ده ما كانش شاف اورشليم لغاية هذه اللحظة، اتولد في السبي وعاش اهو بيسمع ان في بلد اسمها اورشليم وكان فيها الهيكل العظيم اللي بناه سليمان واتهد، وبعد 70 او اكتر من 70 سنة بدأ زروبابل بناه، لكن طبعا مش زي هيكل سليمان القديم. اخبار، لكن لا، دي مش اخبار، ده قلب مفتوح بيحب كل الناس. لما نسمع في سفر الرؤيا يقول لأنه جعلنا صرنا ايه، ملوكا وكهنة لله أبيه. انت ملك وانت كاهن الله. صحيح مش هتعمل أسرار مقدسة ولا الكهنوت
في سر الكهنوت، لكن الملوكية اللي أخدتها إنك كملك حاسس إنك تصلي من أجل كل الناس زي ما الملك مسؤول عن شعبه، وككاهن تقدم كل صلاة باسم الكل. ما تقدرش تقف تقول له أبي الذي في السماوات اغفر لي خطاياي، خبز الذي لي اعطني اليوم. لا، بقول له أبانا خبزنا اغفر لنا. أنا بتكلم باسم مين؟ باسم كل البشرية، مش أنا الكاهن، أنا وإنت وإنتي، كل واحد فينا. والطفلة الصغيرة تحس إنها تحمل في قلبها نوع من الأمومة نحو كل البشرية. يا ريت بالحب بتاعنا هذا الرصيد الحي نفكر أيضا في الخدمة. تقول لي أنا زمان لما كنت في الكلية، لما كنت في القاهرة ولا اسكندرية ولا أسيوط، كنت بخدم مدارس الأحد. بس فين بقى؟ 15 سنة عدت وانتهينا بقى، وبقيت عندي أولاد ولا أحفاد، ولا هخدم إزاي؟ ارفع قلبك مع شاول الطرسوسي. ما قالش شاول ياه شبابي ضاع وعمري ضاع وحرام، هعمل ايه؟ خلاص عمري انتهى. قال له ماذا تريد يا ربي ان افعل؟ واللي عمله في السنوات اللي باقيه لم يفعله ربما رسول او تلميذ من التلاميذ. ربما انسان يبقى فاضل على عمره سنة او 2 أو 10، وما يفعله يفوق اللي خدموا عشرات السنين. من كل قلبك كده قول له يا رب عايز اخدمك، عايز اخدمك لانه بحبك وبحب اخواتي. مرات كتير نسأل على اي واحد من الاباء القديسين، سواء في العصور القديمة او الاولى او في الظروف المعاصرة، سر قداسته حاجة واحدة، ان هو يحب او انها هي تحب. تقول لي طب ما في واحد زي أنبا بولا لم يرى وجه انسان لمدة 70 سنة، والبعض بيقول اكتر من كده، لكن أنبا بولا كان في المغارة بتاعته يصلي من اجل كل احبائه والذين يعرفهم والذين لا يعرفهم. لدرجة ربنا يقول لأنبا أنطونيوس ايه؟ يقول له من اجل حبيبي أنبا بولا أنا كنت بعمل كذا، وكنت بشيل الجفاف عن الأرض، وكنت بشيل النكبات إلى آخره. في مخدعك وانت واقف تصلي تقول له يا رب أنا بصلي من أجل البشرية كلها، من أجل الذين في المشارق والذين في المغارب واللي في الشمال وفي الجنوب، أصلي من أجل المؤمنين وغير المؤمنين. ليكن رصيدي ورصيدك هو رصيد الحب. لما هنيجي في يوم الدينونة مش هيقولك تعالى نتحاسب صليت كم مزمور في عمرك. في بعض الأشخاص يقولك فلان ده ولا أنا حضرت كذا 1000 قداس لغاية النهاردة. ما ظنش ربنا هيقوله تعالى حضرت كم قداس وصليت كم 1000 صلوة وقلت كم 1000 ترنيمة، لكن كنت ايه؟ كنت جوعانا فأطعمتموني. اديتني حب، اديتهوني انا واديتهوني في اخواتي. زي ما بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم، لما تلاقي ايد حد ممدودة ليك تطلع اليها انها يد المسيح ليست يد انسان. كيف نولد هذا الحب، او كيف نضيف الى ارصدتنا ارصدة جديدة؟ اول حاجة في اللي يولد الحب، الحقيقة كنت من يومين في بيت فكنت ماسك سفر العبرانيين الاصحاح 4،
شدتني حتة كده يمكن لأول مرة تشدني، لطيفة. الأصحاح 4 من العبرانيين يقول إيه؟ في الأصحاح 4 يقول لأن كلمة الله حية، والترجمة بيترجمها البعض حي لأنه كلمة الله هو المسيح. لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك أو ذلك الذي معه أمرنا. إلهي كلمة الله فين؟ قال جوايا، زي السيف ذو الحدين بيقطع الشر يرميه، لكن هو جوايا داخل إلى إيه؟ إلى مفرق النفس، إلى أعماق النفس الداخلية، وإلى أعماق الروح، وبيتخلل المفاصل والمخاخ، يعني جوه العظم، ومميزة أفكار القلب ونياته، دخل جوه النية بتاعتي إلى أعماق قلبي، وليس شيء أو خليقة غير ظاهرة قدامه. شايفني من شعر راسي إلى أخمص قدمي، يعرف ما في أعماق قلبي وما في داخل حواسي وعواطفي. طب ده مسيحي نزل إلي، وراها على طول إيه؟ فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار بالإيمان يعني. لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. منظر عجيب قوي. بولس الرسول بيقول أنا مش عارف أتكلم أقول، ببص لإلهي. هو فين يا بولس؟ قال جوه أعماق 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 نفسي، جوه أعماق روحي، بيخترق حتى المفاصل بتاعتي، بيدخل إلى أعماق قلبي، يدرك كل أسرار نيتي، يعرف اشتياقاتي، ويعرف رجائي فين، ويعرف أمنياتي إيه، ويعرف دوافعي الداخلية إيه. إلهي جوايا، ده الرصيد بتاعي، ده الرصيد بتاعي، محدش يقدر يشيله مني، محدش يقدر يسحبه من أعماق قلبي ولا الموت. طب وهو فين مسيحك؟ قال شايفه رئيس الكهنة الأعظم الواقف قدام الآب، يشفع في بدمه، يقدمني لابسا ثياب بره، حاملا بر المسيح. مسيحي جوايا، وهو واقف قدام العرش، حاملني، بيدخل بيا إلى عرش الله. إيه رأيكم في الرصيد ده؟ إيه الرصيد ده؟ رصيدي هو مسيحي اللي لا يستطيع أن ينتزعه أحد مني. زوجتي اللي جنبي، ابني اللي في بيتي، والدي اللي عارفني، ما يعرفش أسرار علاقتي الخفية اللي بيني وبين إلهي الساكن فيا، وما يعرفش أسرار حبي اللي بيرفعني بروح القدوس ويحملني رب المجد يسوع إلى حضن الآب. لما معلمنا بولس الرسول يقول أعرف إنسانا في الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. أعرفه إيه؟ راح للسماء الثالثة أو إلى الفردوس، مش بيستعرض أنا شفت الفردوس، أنا شفت العرش الإلهي، أنا دخلت السماء الثالثة. قال بحكي لأن ده إيه؟ ده حق لكل إنسان مسيحي، لكل مؤمن. يقول لربنا أنا ربي عايزك تحمل قلبي وترفعه إلى العرش لكي أتمتع يا ربي بالأمجاد الأبدية. لما داء السماء معلمنا بولس الرسول
قال ايه؟ قال بصراحة كل العالم ده زبالة، احسب كل شيء ايه؟ نفاية، شوية زبالة. ايه يا بولس؟ العالم الجميل اللي خلقه لك ربنا الجميل بصحيح، وايدين ربنا حلوة، وكل يوم بتنقط عسل، وكل يوم بيرعاني وبيهتم بيا، لكن كل الرعاية دي لا تساوي وقفة في السماء. احسب كل شيء نفاية لكي اربح المسيح. بولس حبيبي انت فين؟ قال انا في السماء، في السماء الثالثة. حطيتني جوه السجن، دخلتني جوه مجمع يهودي، حطيتني تحت الرجم، انا في السماء. قيل انه راح السماء الثالثة وهو بيترجم في منطقة ليسترا ودربة، وده روح السماء وهو في السجن الداخلي، وعاش في السماء وهو جوه الهيكل لم ظهر ليه ربنا، وهو جوه هيكل هيرودس، هيكل اليهودي، وقال له انا بعتك لامم كثيرة. تحطه في الهيكل هو في السماء، تحطه جوه سجن هو في السماء، تحطه تحت الرجم هو في السماء، تحطه وسط المديح هو في السماء. محدش يقدر ينتزع المسيح مني، ومحدش يقدر ينتزع قلبي من السماء الثالثة. رصيدي هو مسيحي، ورصيدي هو السماء اللي كل يوم بطير كما بجناحي حمامة وأعيش فيها. عملنا أحبائي سواء في بيوتنا أو في كنيستنا أو احنا بنسوق أو احنا في العمل، إن احنا دايما روح الله حاملنا من مجد إلى مجد. تقول لي العمل مليان مشاكل، أقول لك لأن ربنا عايز يدوقك أمجاد كثيرة وسط المشاكل. تقول له مين هيحل المشاكل دي غيرك؟ كان بيسألني طفل صغير مش عارف أول امبارح حاجة زي كده، بيقول لي ليه ربنا جابنا في الضيق؟ ليه بيسمح لنا بالآلام؟ ما كان خلقنا ودخلنا السماء وخلاص. ايه الداعي يعني انه يحطنا في العالم المليان ضيق؟ وكان خلق الناس الكويسة تدخل السماء وما خلقش الوحشين وخلاص. ايه الداعي للحدوتة الكبيرة دي؟ ده سؤال مش من طفل، ده سألوا كثير من رجال الفلاسفة ومن العظماء لبعض القديسين. لماذا يسمح الله بالضيقات لأولاده؟ قلت له حبيبي هسألك سؤال، تقدر تستغنى عن الكمبيوتر؟ قال لي لا. قلت له وانت على الكمبيوتر بتبقى فرحان لان بيديك معلومات كتير وبتعمل اعمال كتيرة قوي، وانت داخل جاي من المدرسة تقدر وانت داخل البيت اول حاجة قبل ما تقول لماما وبابا تسلم عليهم وتبوسهم تروح تبيس الكمبيوتر؟ ممكن؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ مش الكمبيوتر بيخدمك والكمبيوتر ما بيغلطش في حقك، فالمفروض تبوس الكمبيوتر مش تبوس بابا وماما. ممكن بابا يزعق لك ماما تزعق له، لكن الكمبيوتر بتشغله بالزراير، لكن ماما وبابا بيشتغلوا بالايه؟ بالحب. حتى لو شد شوية ضايق شوية اختلفنا في الحوار شوية لكن في حب. قلت له ربنا ما خلقش أجهزة كمبيوتر يدوس على الزرار ده فلان يصلي، يدوس على الزرار التاني ده يصوم، يدوس على الزرار ده يدي للفقراء، يدوس على الزرار ده يعمل كذا. يبقى احنا أجهزة كمبيوتر بيلعب بينا بالايه؟ بالريموت كنترول كده في السماء. ينفع؟ نبقى زي ما قال أرسطو، قال الله خلق العالم ويحركه كقطع الشطرنج، زي بالظبط الكمبيوتر لما يتحرك بالايه؟ ربنا ما خلقناش كمبيوترز يشغلنا بريموت كنترول، ربنا خلقنا على صورته ومثاله لكي يكون رصيدنا رصيد الحب. فلما بيسمح بالضيقة بيقول له انت ليك مدة مش هتتكلم معايا وما بتجيش بالذوق، انا احطك في كورنر عشان تتفاهم معايا. وبعد ما يخلص الكورنر تقول مع ايوب
كنت أسمع عنك بالأذن والآن رأتك إيه؟ النهارده لما نروح نقابل أيوب يقول ياه سنين الألم دي أجمل أيام عمري، ما كانش ممكن أدوق الأمجاد اللي أنا فيها لولا هذه السنين الطويلة اللي عشتها في الضيق. ولذلك يا أحبائي كل ما بيسمح ربنا بالضيق هو مش هاوي ضيق، ده هو عايز ولاده يبقوا أسعد كائنات في العالم كله. ولكن من أجل إيه؟ من أجل إن احنا نقبله هو رصيدنا، هو رصيدنا، هو فرحنا، هو تهليل قلبنا، هو غافر خطايانا، هو سامع صلواتنا، هو الباب اللي يدخلنا للسماء، هو العريس اللي يفرح قلبنا، هو ملك الملوك رب الأرباب اللي يضمنا كملوك كأرباب أو سادة وككهنة في أحضان. ربنا يدينا أحبائي، يدينا الرصيد الحقيقي لكي نعيش كأولاد ليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. إلى 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 الأبد